أسس بالعربي. مشاهدي أسس بالعربي، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من كورس المدرب الشخصي نسم CPT شرح بالعربي شابتر 5 ألا وهو بعنوان The Nervous, Muscular and Skeletal System. الشابتر ده مهم جدا لأنه يعتبر أساس شغلك كمدرب شخصي، لأنه هيعلمك إزاي الجسم بيتحرك. عشان كده من المواضيع اللي هندرسها النهارده Outline the basic structure and function of the nervous system. وهنا هنشرح التركيب الأساسي ووظيفة الجهاز العصبي. هنتعرف عليه لأنه هو المسؤول عن التحكم في كل الأوامر اللي رايحة للعضلات عشان تتحرك أصلا. فكمدرب لما تفهم الحركة بتبدأ إزاي وتنتهي فين هيساعدك كتير في عملية تطور تعليم العملاء بتاعتك وخصوصا الحركات الجديدة. رقم 2 Classify bone and joint types and their associated function. هنعرف هنا أنواع العظام وأنواع المفاصل والوظائف بتاعتها، وهي حدود كل مفصل زي الركبة، الكتف، الكاحل، وإزاي الحركة بتحصل في الرينج اوف موشن بتاعها. رقم 3 Summarize the structure and function of the muscular system. وهنا هناخد بقى العضلات، مكونات العضلة دي ازاي، الانقباض اصلا بيحصل ازاي، وازاي العضلة بتاخد الاشارة من الجهاز العصبي وتشتغل كمثبتة على الهيكل العظمي عشان تحصل الحركة اللي احنا بنشوفها في حياتنا اليومية. رقم 4 Identify the effects exercise has on each component of the human movement system، اللي اختصارها HMS عشان لما تشوفها كتير جوه الشابتر ده. فهنشوف هنا تأثير التمارين الرياضية على الثلاث عناصر دول، سواء الجهاز العصبي أو الهيكل العظمي أو الجهاز العضلي. فورقة وقلم ويلا بينا نبدأ الحلقة. Introduction to the Human Movement System، يعني مقدمة في الجهاز الحركي الخاص بالإنسان. طبعا الحركة في جسم الإنسان مش بتحصل من عضلة لوحدها عشان تبقوا عارفين. الحركة عبارة عن شغل جماعي وتناغم ما بين الثلاث أجهزة دول، الجهاز العصبي والهيكل العظمي والجهاز العضلي. عشان كده ما ينفعش تهتم بعضلات وتسيب عضلات تانية أو أجزاء من الجسم وتسيب أجزاء تانية. الثلاثة دول بقى شغالين مع بعض طول الوقت، يعني أي حركة بتعملها من أول المشي، سكوات، النط، محتاجة تناسق ما بين الثلاثة دول. لو جهاز واحد فيهم عطل أو عنده مشكلة زي اللي حصل لك كسر في العظمة فخلاص في العضلة مش هتشتغل ولا الجهاز العصبي هيحرك. كل السلسلة دي بقى بتتأثر مع بعضها، عشان كده سميناها ال HMS أو الهيومن موفمنت سيستم، يعني الجهاز الحركي للإنسان. المهم بقى انت كمدرب تفهم الكلام ده ليه؟ عشان تقييم الحركه. لما تيجي تشوف في ديفيجن معين لازم تعرف ان الالم الحقيقي اللي بيحس بيه العميل ممكن ما يكونش في المكان نفسه، ده نتيجه تناغم ما بين سلسله حركيه كامله. Expectation for the fitness profession، المتوقع هنا من مدرب ايه؟ انه لازم يكون فاهم تشريح اناتومي، وظائف الجسم، الفسيولوجي، لكن مش حفظ بعض العضلات وخلاص. لا، لازم تفهم العضله دي بتشتغل ازاي العصب بيأثر عليها عشان يحركها، وازاي العظمه والمفصل ليهم دور في الحركه دي. يعني لو عميل سألك الكارديو ده بيحسن ايه يا كوتش، لازم تبقى فاهم التأثير الفسيولوجي بتاع الكارديو على العظم وعلى العضلات وعلى الجهاز العصبي، ده غير الأجهزة الفسيولوجية اللي جوه. كمان كمدرب لازم تبقى فاهم الكاينيتيك شين اللي هو قلنا عليه من شوية، السلسلة الحركية، يعني الجسم كله مربوط ببعض، أي خلل في جزء بيأثر على الجزء اللي بعده، والجزء اللي بعده بيأثر على الجزء اللي بعده، وهكذا وهكذا وهكذا. وده اللي اسمه الدومينو افكت، زي ما الكتاب بيقول، يعني مشكلة صغيرة هتأثر على اللي فوقيها واللي فوقيها واللي فوقيها. ودي اهم قاعده نحب نقولها للمدربين، عشان لما تيجي تشتغل لازم تشوف الديفيجن فين وتعدله الاول قبل ما تمرن العميل بتاعك. تعالوا نبدا بالنيرفس سيستم اللي هو الجهاز العصبي. الجهاز العصبي زي ما قلنا هو عجله القياده او مدير الحركه، وده اللي بيستقبل معلومات ويحللها ويبعت اوامر هنا او هنا، يعني من غيره مفيش حركه ولا وظيفه اصلا. طيب وظايفه ايه؟ الاحساس. حضرتك لما تبقى قاعد كده وتحضنس حاجه سخنه فبتدي اشاره فحس ان الحاجه دي سخنه. التفكير والتحليل، الابتكار والاختراعات اللي حوالينا كلها بالجهاز العصبي. اصدار الاوامر الحركيه، تضرب، تجري، تزعق، كل ده بسبب تنظيم الاعضاء والهرمونات اللي جوه برضو الجهاز العصبي. ببساطه تقدر تقول هو نظام التشغيل بتاع الجسم، زي الكمبيوتر كده، البروسيسور.
تعالوا نشوف الاناتومي اوف ذا نيرفس سيستم اللي انتوا بتقولوا لنا عليه ده. الوحدة الأساسية بتاعة الجهاز العصبي المكونة اسمها النيرون أو العصبون. تقدر تقول دي هي دي الخلايا العصبية، ما احنا كل جسمنا خلايا عظمية، خلايا عضلية، خلايا عصبية، وهكذا وهكذا. الجهاز العصبي كله متكون من بلايين من العصبون ده. العصبون ده عشان نفهمه هو عبارة عن 3 أجزاء. جزء اسمه جسم الخلية، وده مركز الإدارة لأن فيه النواة وإنتاج الطاقة نفسه. وجزء تاني اللي هو السلك الطويل المحور العصبي اللي هو الأكسون، وده تقدر تقول اللي بينتقل منه الإشارة من النواة لبقية الشجيرات اللي طالعه عليها اسمها الدنترايتس اللي موجوده قدامنا على الشاشه. دي عباره عن مستقبلات بتتوصل بخلايا تانية وخليه في خليه في خليه عشان تستقبل المعلومات من خلايا تانية او توصل معلومات لخلايا تانية. احفظها كده: دنترايتس ريسيف استقبال، الاكسون ارسال. اما الالكترولايتات ودورها في الجهاز العصبي مهم جدا جدا. ما هي الاشاره العصبيه محتاجه معادن عشان تتحرك. اهم الالكترولايتات لو بتسال يعني ايه الالكترولايتات: الصوديوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم، بالإضافة طبعا للمية ودورها الرئيسي في الجسم. لو حصل خلل بقى في المعادن اللي بقولك عليها دي يحصل خلل في الإشارة العصبية، وده يديلك لما بنكون صايمين ويبقى فيه قلة صوديوم أو بوتاسيوم، مفيش مية بقى بتشرب، ممكن تحس بإجهاد، ضعف عضلي، إرهاق عصبي. عشان كده بنقول شرب المية مهم جدا. والناس كمان اللي بتقطع المية في البطولات ممكن يحصل كريم لأن مفيش إلكترولايتات عشان الإشارة العصبية تمشي صح. السنترال اند بريفرال نيرفس سيستم، يعني ايه الكلام ده؟ الجهاز العصبي المركزي يعني السنترال، اما الجهاز العصبي الطرفي يعني بريفرال. يعني تقدر تقول من الاخر الجهاز العصبي نوعين: مركزي اسمه CNS، وده عباره عن المخ اللي جوه الجمجمه الجميله دي، والحبل الشوكي اللي قدامنا على الشاشه، وده مركز القياده الرئيسي. عشان كده اسمه الجهاز العصبي المركزي. يحلل ويكرر ويدي اشارات. طب اشاراته هتروح ازاي؟ عن طريق الطرفي اللي هو PNS، يعني الايدين والرجلين. الشجيرات اللي طالعه قدامي على الشاشه ديت هي دي الجهاز العصبي الطرفي. وظيفته ينقل معلومات من والى لمين؟ للجهاز المركزي. أسس بالعربي. This is the most professional master trainer in the Middle East, Coach Ahmed Megahype, founder of Oso's Belarabi, a movement built to spread real fitness knowledge, helping other trainers learn the right way. Through sanity to nutrition, to injuries, to biomechanics, everything you need, all in one place. Join us now, this is your time.